تشكيل مباراة الزمالك بكرة أنا شايفه دلوقتي قدامي بينزل كده، وده التشكيل المتوقع أو التشكيل من وجهة نظري اللي أنا عايزه يبدأ بكرة الماتش يعني. في حراسة المرمى كابتن مهدي سليمان، حسام عبد المجيد وكابتن الونش. جنبيه ناحية الشمال باك شمال هيلعب كابتن محمد اسماعيل. ناحية اليمين كابتن محمد ابراهيم. نص الملعب هيبقى عندنا شحاتة وفتوح وكابتن عبد الله السعيد. وفي الهجوم لازم ما يلعبش شيكو بانزا، كابتن شيكو بانزا يقعد على الدكه شويه ويلعب في الشوط الثاني لما احنا نبدا نستقبل اللعب. والثلاثي الهجوم يتكون من عدي الدباغ وكابتن ناصر منسي الاسطوره، اللي انا والله العظيم لو المره دي ما عمل حاجه هطلع براحته بقى هو والكابتن خوان بتزيرع. ده التشكيل المفضل بالنسبه لي، ودي اهم حاجه انا عايزها بكره التشكيل ده يبدا. التشكيل ده لو بدا احنا ان شاء الله باذن الله الماتش بتاعنا وفي جيبنا. ولكن بس اهم حاجه طريقه لعبنا ان احنا ما نستقبلش لعب، احنا نازلين لازم نهاجم وبس كده. زعيم، سلام.